زي النهارده من 69 سنة يوم 18 يونيو عام 1956 رحل آخر جندي بريطاني عن مصر، وده حصل بعد توقيع اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا عام 1954. لكن الإنجليز طلبوا مهلة مدتها 20 شهر لرحيلهم عن مصر نهائيا علشان تحصل مصر على استقلالها الكامل وترجع أرض مصر لحضن أبنائها الأحرار. الحدث المهم ده بتحتفل بيه مصر يوم 18 يونيو والمعروف بعيد الجلاء. علشان كده في حلقة النهاردة هنرجع بالزمن وهاخدكم في رحلة زمنية سريعة وهحكي لكم عن قصة نضال وكفاح شعب مصر العظيم ضد الاستعمار البريطاني حتى رحيلهم عن مصر. في البداية خلينا أقولك إن رحيل القوات البريطانية عن مصر ما حصلش صدفة أو حتى بسهولة. كل المصريين من جيش وشعب وزعماء وقادة كافحوا وضحوا بأنفسهم وأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن، وكان نضال الشعب المصري مثال احتذى به كل الدول العربية والأفريقية في سبيل الحرية والاستقلال. استمر الاحتلال البريطاني لمصر 74 سنة، انت متخيل؟ من عام 1882 حتى عام 1956 برحيل آخر جندي بريطاني عن مصر. عشرات السنين يا صديقي، والشعب المصري كان بيعاني من ظلم وقهر الاستعمار. يعني بتتكلم في أجيال وأجيال لا عرفوا يعني إيه استقلال ولا حسوا بنعمة الحرية. علشان نعرف إزاي بريطانيا احتلت مصر لازم نرجع بالزمن لعصر الخديوي إسماعيل. وقتها كانت مصر تابعة للدولة العثمانية. في عصر الخديوي إسماعيل زاد التدخل الأجنبي في شؤون مصر من الدول الأوروبية خاصة فرنسا وبريطانيا، وده من خلال سيطرتهم على الاقتصاد المصري بعد زيادة حجم الديون في عصر الخديوي إسماعيل، لحد ما وصلنا لعام 1879 وبعد ضغط بريطانيا وفرنسا على السلطان العثماني أصدر السلطان فرمان بعزل إسماعيل وتعيين ابنه الخديوي توفيق برغبة من بريطانيا وفرنسا. ومن وقت ما تولى الخديوي توفيق حكم مصر بدأت بريطانيا تجهز نفسها لاستعمار مصر سياسيا وعسكريا. وفي الحقيقة الخديوي توفيق ما ترددش لحظة واحدة في تسهيل كل الأمور لبريطانيا من أجل تحقيق أهدافها. وبمنتهى الغرابة كان الخديوي توفيق الحليف الأول للإنجليز، وهو اللي ساعد بشكل كبير في احتلال بريطانيا لمصر. وده ظهر بشكل واضح أثناء قيام الثورة العرابية، الثورة اللي قادها ابن من أبناء مصر الزعيم الوطني أحمد عرابي، وبسبب مجموعة عوامل أبرزها خيانة توفيق وديليسيبس وبعض العناصر التركية وتواطؤهم مع الإنجليز. للأسف فشلت الثورة العرابية بعد هزيمة الجيش المصري في معركة تل الكبير عام 1882. برغم أن المعركة استغرقت حوالي 30 دقيقة بس، إلا إنها شهدت بسالة وشجاعة منقطعة النظير من الجنود المصريين، وعلى رأسهم الضابط محمد عبيد اللي استشهد في أرض المعركة. وبعدها مباشرة قدرت بريطانيا تحتل القاهرة في سبتمبر عام 1882، ومن اليوم ده فرضت بريطانيا سيطرتها وقبضتها على مصر في كل المجالات، سياسيا وعسكريا واقتصاديا. لكن مع بداية القرن العشرين اتجدد الأمل والحماس للشعب المصري بظهور زعماء مصريين كان ليهم الفضل في بعث الروح الوطنية للمصريين من أيام الحملة الفرنسية. وكان أبرز هؤلاء الزعماء الزعيم الشاب مصطفى كامل، المجدد الأول للمقاومة المصرية وباعث الحركة الوطنية للمصريين. مصطفى كامل المحامي والصحفي اللي كانت خطبه ومقالاته هي صوت الحق في وجه الاستعمار، واللي ظهر بشكل واضح أثناء حادثة دنشواي 1906. الحادثة اللي حصلت في صيف 1906 بقرية دنشواي في محافظة المنوفية. مجموعة من الضباط الإنجليز أثناء فترة استراحتهم توغلوا داخل قرية دنشواي لصيد الطيور والحمام. واحد من الضباط الإنجليز أطلق عيار بالخطأ فأصابت الرصاصة سيدة مصرية اسمها أم صابر زوجة مؤذن المسجد في القرية، فوقعت وماتت في الحال واشتعلت النار في التبن. فهجم الفلاحين على الضباط الإنجليز وكانوا بيصرخوا وبيقولوا الخواجة قتل أم صابر وحرق الجرن يا ناس. وفي وسط حالة من الذعر قام أحد الضباط الإنجليز بإطلاق النار على شيخ الخفر. الضباط الإنجليز لما شافوا الفلاحين بيجروا وراهم بالعصي والطوب هرب الضباط الإنجليز وفضلوا يجروا في الحر الشديد لدرجة إن واحد منهم مات بسبب ضربة شمس مميتة. وكان رد الفعل الإنجليزي قاسي جدا وسريع، وبالأخص من المعتمد البريطاني اللورد كرومر، اللي بالمناسبة ده أول وأعنف معتمد بريطاني في مصر. وتم إجراء محاكمة عاجلة يوم 18 يونيو عام 1906 في دنشواي. اتهموا فيها 36 من المصريين، منهم اللي اتحكم عليه بالإعدام ومنهم بالسجن المؤبد ومنهم بالجلد 50 جلدة. لكن مصطفى كامل استغل حادثة دنشواي وندد بظلم واستعباد بريطانيا للمصريين، وأصبحت حادثة دنشواي قضية رأي عام في العالم كله بفضل مصطفى كامل، لدرجة إنها اتسببت في عزل اللورد كرومر عن مصر. واستمر كفاح المصريين وزعمائهم ضد الاستعمار لحد ما وصلنا لسنة 1919. السنة دي شهدت
حدثت أحداث أعظم وأكبر وأول ثورة عربية في أفريقيا ضد الاستعمار سنة 1919، وبدأ الأمل يكبر في تحقيق الاستقلال. في شهر مارس 1919 تم اعتقال الزعيم الوطني سعد زغلول ونفيه لجزيرة مالطا، وده بسبب أن سعد زغلول قرر أنه يشكل وفد مصري لحضور مؤتمر الصلح في باريس لتحقيق مطالب الشعب المصري في تقرير مصيره. وبعد انتشار خبر اعتقال سعد زغلول وزعماء الوفد المصري اندلعت ثورة 19 اللي شهدت أحداث مرعبة للإنجليز وظهر فيها الروح الوطنية للشعب المصري. وبسبب كفاح المصريين وثورتهم العارمة رضخت بريطانيا لمطالب المصريين ونفذت مطالبهم. وتمر بينا الأيام وإحنا لسه تحت الاستعمار البريطاني لحد ما نوصل لسنة 1936. السنة دي اعتلى عرش مصر ابن الملك فؤاد الأول وهو الملك فاروق اللي كان وقتها شاب صغير. علشان كده كان المتصرف الأول في شؤون مصر السياسية هو رئيس الحكومة مصطفى النحاس باشا. وفي نفس السنة دي بدأت بريطانيا تغير سياستها تجاه مصر، وكانت عايزة تحول العلاقة بينها وبين مصر لعلاقة تحالف وليس احتلال، وده بسبب ان بريطانيا كانت على وشك الدخول في حرب عالمية جديدة. علشان كده عقدت بريطانيا معاهدة 1936 مع مصر واللي وقع عليها رئيس الحكومة وقتها مصطفى النحاس باشا. لكن برغم توقيع المعاهدة إلا ان الاستعمار البريطاني لسه موجود، والمصريين حسوا ان المعاهدة ما حققتش اهدافها في تحقيق الاستقلال ورحيل الانجليز عن مصر. كنا بنأمل ان المعاهدة تحقق اهدافها وان الانجليز يرحلوا عن مصر للابد، لكن ده ما حصلش. علشان كده اضطر مصطفى النحاس الغاء معاهدة 1936 واعلان النضال المسلح ضد الانجليز. واثناء فترة حكم الملك فاروق اللي كانت كل قراراته متسرعة ومتهورة، وفي ظل فساد حكومة الملك فاروق ووجود الاستعمار البريطاني كان لازم يظهر مجموعة من الضباط المصريين الوطنيين، أبرزهم الزعيم جمال عبد الناصر مؤسس تنظيم الضباط الأحرار. فجر يوم 23 يوليو 1952 بدأ الضباط الأحرار تنفيذ المخطط وفجروا ثورة 23 يوليو 1952، الثورة اللي غيرت تاريخ مصر واللي بتعتبر نقطة فاصلة مش بس في مصر ولكن في المنطقة العربية والأفريقية. العالم كله اتفاجئ إن الجيش المصري سيطر على القاهرة والإسكندرية، والملك فاروق اتفاجئ بمطالب الثورة وضرورة تنفيذها على وجه السرعة. وكمان بريطانيا اتفاجئت بالتحرك المنظم السريع لأفراد الجيش المصري. قدرت ثورة الضباط الأحرار إنها تحقق أهدافها، الأهداف اللي انتظرناها عشرات السنين واللي كافح من أجلها الشعب المصري طوال 74 سنة. تقدر تقول إن الجيش المصري وجه ضربة قاضية مزدوجة للملك وبريطانيا، وبعد إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية أصبح محمد نجيب أول رئيس مصري، وبكده يكون انتهى حكم أسرة محمد علي نهائيا عن حكم مصر. وبعد تولي الزعيم جمال عبد الناصر حكم مصر عقد جمال عبد الناصر اتفاقية الجلاء مع وزير بريطانيا للشؤون الخارجية، مع إعطاء الإنجليز مهلة مدتها 20 شهر لإتمام الجلاء نهائيا. وبالفعل تم تحقيق الجلاء ورحل آخر جندي إنجليزي عن أرض مصر يوم 18 يونيو 1956. عرفت بقى يا صديقي ليه مصر بتحتفل بعيد الجلاء يوم 18 يونيو زي النهاردة؟ فتحيا مصر أرضا وجيشا وشعبا، وعاشت مصر دولة حرة مستقلة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.